تخيل معايا انك قاعد على موبايلك بتقلب في فيسبوك او انستجرام او تيك توك، وفجأة تلاقي نفسك بتقول يا السوشيال ميديا دي بقت حاجة وحشة جدا مليانة تفاهة وضياع وقت. بس استنى لحظة، هو فعلا السوشيال ميديا هي السبب ولا احنا اللي بنخليها كده؟ السوشيال ميديا دي أداة زي السكينة بالظبط، ينفع إننا نقطع بيها فاكهة ونستفيد منها، وينفع نستخدمها في حاجات تانية تضرنا. الفكرة كلها هي بتكون في إيد مين، إحنا اللي بنقرر مين نتابعه وإيه اللي نشوفه وإيه اللي نهمله. لو قضيت وقتك بتتفرج على محتوى مفيد تتعلم حاجة جديدة، هتلاقي الخوارزميات بتخدمك وتعرض لك محتوى أكتر من النوع ده. لكن لو وقتك كله بيروح على الحوارات الفاضية والمشاكل اللي ملهاش لازمة، هي دي الحاجات أو المحتوى اللي بيتعرض لك طول الوقت، لأن أنت اللي اخترت تتفرج على الحاجة دي وأنت اللي بتتابع الحاجة دي باستمرار. على سبيل المثال صفحة التيك توك بتاعتي، لو فضلت اقلب في الريلز اللي موجوده عندي لحد بكره مش هلاقي اي حاجه مش حاببها، او مش هلاقي اي حاجه مضره هتظهر عندي. اقول لك على حاجه بسيطه جدا ممكن تعملها على صفحتك على التيك توك، وهي انك تفتح الملف الشخصي بتاعك وتضغط على 3 شرط اللي من فوق، وبعد كده تختار الاعدادات والخصوصيه وتنزل على تفضيلات المحتوى. بعد كده هتضغط على وضع تقييد المحتوى وهتعمل له تشغيل زي ما انا عامل له كده تشغيل، وهتبدا بعد كده انك تبص في الصفحه الرئيسيه. لو لقيت اي فيديو او اي ريلز اي حاجه مش حاببها او مش عاجباك، هتضغط ضغطه طويله على الشاشه في النص، وبعد كده تضغط على غير مهتم، بعدها تضغط على غير مناسب وتضغط على ارسال. هو كده مش هيعرض لك المحتوى ده او مش هيكرر لك المحتوى ده او المحتوى المشابه ليه مره تانية، هيفضل انه يعرض لك محتويات افضل من المحتوى ده. وبعد كده لو لقاك انك بتتفرج على المحتوى ده وبتتابعه فعلا، هيبدا انه يخلي لك كل المحتوى من النوع ده. كمان لو ما نفعتش معاك الطريقه دي، ممكن تزود الاعدادات الخصوصيه بتاعتك من خلال نفس الصفحه اللي احنا فتحناها، بانك المره دي هتجيب اداره الموضوعات، ومن خلال اداره الموضوعات هتقدر انك تتحكم اكتر في المحتوى اللي بيظهر لك على تيك توك. ايا كان نوع المحتوى ده، اسحبه ناحيه اليمين هتلاقيه كتب لك عرض اقل، كده هيعرض لك المحتوى ده بشكل اقل من المحتوى التاني، وبكده مش هيظهر لك المحتوى اللي انت مش حابه مره تانية. ظبط الاعدادات دي زي ما انت حاببها، وصدقني بعد كده مش هتلاقي اي حاجه انت مش حاببها تظهر لك او اي حاجه هتضيع وقتك. كمان ممكن نعمل كده على الفيسبوك، على بوست مثلا ظهر لنا ممكن نضغط على ال3 نقط اللي فوق، بعد كده هنضغط على الابلاغ عن المنشور، وهنضغط على لا اريد رؤيه هذا، وبعد كده هنضغط على تم. وحتى لو بيظهر لك ناس انت مش حاببها او ناس محتواها سيء في قائمه اقتراحات الصداقه واشخاص قد تعرفهم، ممكن تضغط على ازاله بكل بساطه، وبعد كده تضغط على الابلاغ، وبعد كده هتضغط على غير ملائم، واخر حاجه هتعملها هتفتح الصفحه بتاعتك وهتجيب الاعدادات وهتضغط على تفضيلات المحتوى، وبعد كده محتوى الحساس هتضغط على عرض اقل، وبكده هتاكد ان معظم المحتوى السيء او المحتوى اللي مش بتحبه مش هيظهر لك مره تانية على الصفحه بتاعتك. بالتالي الخوارزميات هتعرض لك الحاجات دي باستمرار، لانها بتدور على زياده المشاهدات. لو لقيت مشاهداتك او وقتك اللي بتقضيه اكتر على الحاجات المفيده، هتعرض لك الحاجات دي، لانها ببساطه بتدور على انها تجذبك اكتر وتخليك تتفرج اكتر او تتابع المنصه اكتر. الموضوع بسيط، بس احنا اللي بنعقده. السوشيال ميديا مش وحش بيجري ورانا ولا ملاك بيطير حوالينا، هي مرايه بتعكس احنا مين وبنختار ايه. لو عايزها تبقى باب المعرفه هتكون، ولو سايبها تسرق وقتك وتشتتك هي كمان هتعمل كده ببراعه. يعني الخلاصه، القرار في ايدك انت، تستخدم السوشيال ميديا تبني بيها نفسك، يا تسيبها تبني حواليك عالم كله ضوضاء. وصدقني الفرق بين الاتنين مش في التطبيق، الفرق فيك انت. انت المسؤول الاول عن نفسك، انت المسؤول الاول عن انت بتتفرج على ايه او بتختار ايه. نفس الكلام على صانع المحتوى. في صانع محتوى بيقدم حاجه تافهه ملهاش اي لازمه، كل اللي بياخده منها هو اجر في الدنيا، بس شويه فلوس، حاجه دنيويه فقط. لكن صانع محتوى تاني قادر انه يقدم حاجه مفيده، قادر انه يقدم لك حاجه تستفيد منها، بيكسب دنيا واخره من نفس التليفون، من نفس اللابتوب، من نفس الادوات، من نفس كل حاجه. بس الفرق في طريقه استخدامك انت او في طريقه استخدامه هو. الاتنين متاحين قدامك، لكن في النهايه يا صديقي قرار بايدك انت تخلي مين فيهم يكمل ويوصل اسرع من التاني. وزي ما قلت لك في الاول والاخير، القرار قرارك.